السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم سهلة ولذيذة، رمضانية بامتياز، دانون أو ياغورت أو زبادي بنكهة الفراولة، ينفع لفطور رمضان أو السحور. بسم الله. في كسرولة نسكب لتر إلا ربع حليب كامل، الدسم يكون أحسن، نحتفظ بربع لتر على جنب، نضيف عليه 3 ملاعق سكر. على النار وسطا مع التحريك لين يبدأ بالغليان، ثم نصفيه بالمصفاية في إناء ونتركه على جنب لين يدفن. نأخذ ربع حليب الذي احتفظنا به، نضيف عليه علبة زبادي بنكهة الفراولة، وزن 140 غراما، نحرك جيدا. أتمنى تابعوا الفيديو للأخير وتستفيدوا منه ولو بالقليل. نحط إصبعنا في الحليب، إذا تحملنا الحرارة معناته جاهز. نضيف عليه الحليب والزبادي، نحرك جيدا، ثم نسكبه في كاسات أو زبديات المتوفرة عندكم. نحطهم في مكان دافئ ليلة كاملة. بعد ما مرت ليلة كاملة نفتحه ونشوفه مع بعض. ما شاء الله، ما أحكي لكم،
حلاه مضبوط والله أحسن من الجاهز. فضلاً إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، مشاركة الفيديو مع الأصدقاء. تحياتي، مع السلامة.